عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات. عساكن طيبات، عساكن بخير بإذن الله. إن شاء الله تكونوا ملاح. المهم أنا جهزت لكم فيديو خفيف ظريف، وهو على حسب الطلب تاعكم انه خوله كيفاش نعرف الطول والعرض تاع القماش. هذا امر سهل جدا. ساي اول قبل ما نبدا صلوا على رسول الله. ثم ما تنسيش الا كنتي جديده ديري ابوني باسكو قناتي راح تحتاجيها سورتو الا كنتي مبتدئه. ما تنسيش ديري جيم الا كنتي متتبعه وفيه باش الفيديو يوصل لاكبر مبتدئات في العالم العربي. بون كيفاش نعرفوا طول القماش وعرض القماش؟ اولتها الطول تاع القماش يجي باين، صحيح يجي عنده علامات. اما العرض تاع القماش ما يجيش عنده علامات. طول القماش يجي عنده حاجه اسمها لا ليزيير، هذه هي تشوفي فيها، هذا هو طول القماش. صح كيما هنايا تلقايه بهذا الشكل. طول القماش هذا هو، اجي نوضح لكم اكثر. هذا هو طول القماش. اما في اقمشه اخرى يجي داير هكا، هذا قماش تاع الصيف. تشوفي كيفاش هذه اسمها لا ليزيير. تجي مكاشي، راهم مكاشي بصح في العرض تاعو لا، اللي قطعنا منها البائع. شوفي تجي تتسنسر، تجي مفتوحه، قطعناها من البائع كي تشوفي. وهنا تاني يجي مقطع منها البائع. اذا القماش تاعكم راح يكون بهذه الطريقه، راح تكون منها لا ليزيير ومنها لا العرض. اذا نتيا كتروحي عند البائع تقولي له اعطيني مثلا 2 متر تاع قماش، هو الرولو يكون ملوي هاك، راح يجبد متر ولا 2 مترات على حسب كي باغيه ويقطع لك. صحيح. اذا اللي منا قطعها هذه تاع العرض والطول، هذاك هو الطول. اذا فيديو خفيف ظريف ان شاء الله يكون عجبكم، وان شاء الله تكونوا فهمتوا وين الطول وين العرض. واذا عندكم تساؤلات فيما يخص بديهيات الخياطه تفضلوا قولهم لي في لي كومونتير، وانا راح نجاوبكم ان شاء الله وندير لكم فيديوهات على حسب قلبكم باذن الله.